أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد على قناة غوشي مود. درس جديد. درسنا اليوم ويكون مستوحى من الراندا. أكمام كتجي في الأكمام وتقدر تجي حتى في النص الطوق اللي بغيتو نتوما الشهوة ديالكم. بالنسبة لدرس اليوم أنا خدمته لكم بالنصف عمود، نتوما غتخدموه بغرزة الحشو باش يجيكم تماما كيف ما الموديل اللي كاين في الراندا. قبل ما نبدا العمل غنطلب منك تدعميني، اشتركي بالقناة، خلي لي تعليق وبارطاجي مع حماباتك، وبسم الله نبداو العمل ديالنا. في البدايه غادي نحبكوا الحرير في الثوب ديالنا ولا في الكميم ديالنا. قبل ما نبداو الموديل ضروري لهذا الدرس ضروري من الحبيك. سبق وريتكم الحبيك في الدرس السابق، كل وحده وطريقتها في الحبيك. انا غادي نزيد هاد بهذه الطريقه، غادي ندير سلسله وندور العمل. بالنسبه البنات ملي تكونوا خدامين في الكم، حيت هذا غير نموذج، الكم راه كيكون مسدود بهذه الطريقه، يعني ما غاديش تحتاجوا انكم تدوروا العمل، غادي تكملوا الخدمه مباشره. انا هنا غادي ندور العمل ديالي. اول سطر في هذا الموديل غادي نبداه بنصف عمود بهذا الشكل. غنتبع نصف عمود وحده حتى كنكمل السطر ديالي. نصف عمود كنلف الكروشي بهذه الطريقه وكندخل ونسحب الخيط، كيوليو عندي هنايا 3 الحلقات بهذا الشكل. نعاود نسحب الخيط ديالي وكنخرجو مره واحده، يعني انا حتى اخر حركه ملي كنديرها في اخر سحب الخيط اللي كنديرو في العمود ما كنديروهش، كنخرجوه مره. كنتمنى الشرح يكون واضح. نصف عمود راه معروف. بهذه الطريقه كنلوي الخيط ديالي، كندخل الكروشي وكنسحب الخيط، كيوليو عندي 3 الحلقات بهذا الشكل. كندور الكروشي وكنسحب مره واحده، يعني كنخرجو كامل. انا غادي نبقى خدامه نصف عمود حدا نصف عمود حتى كنكمل السطر كامل. غادي نكمل وغادي نرجع. هذا هو اول سطر. كملت السطر الاول كي كتشوفوا بهذا الشكل. بالنسبه للبنات اللي بغاو الخدمه تخرج لهم بحال الراندا تماما، يقدروا يخدموا بغرز الحشو بدل نصف عمود. انا خدمت بنصف عمود فقط باش يجيني ما ياخذش ليا الموديل بزاف ديال الوقت. في السطر الثاني غادي نحسب 5 نصف عمود، غادي نخليها هادو بوحدهم وغنعاود نحسب هنايا 1 2 3 4 5. غادي نتحسبوا نصف عمود. انا خليت غير هنا غير باش يبقى لي ليسباس فين ندور بالخدمه ديالي. خدمت 5 نصف عمود، غادي ندير ايضا 1 2 3 4 5. درت 5 سلاسل 1 2 3 4. غادي نفوت هنا 4 الغرز هنايا وغادي نمشي ل5. درت نصف عمود في رقم 5 وغادي نعاود نحسب 4 نصف عمود. الاول 1 والثاني هو رقم 2. دابا غادي ندير 3 4 5 ثم 4 سلاسل 1 2 3 4. انا هنا باقي درت 5. نعم درت 5 سلاسل. غنزيد ل5 ثم غادي نحسب 1 2 3 4 وغنمشي للخامس العين رقم 5 وغادي ندير فيها نصف عمود. اول نصف عمود ثم النصف عمود الثاني، نصف عمود الثالث. كنتمنى الصورة هنا تكون واضحة لكم. نصف عمود رقم 4، نصف عمود رقم 5 وغنستمر بهذه الطريقة. كندير 5 سلاسل
كنفوت 4 أعمدة وكنمشي للخامس وكنعاود نخدم 5 نصف عمود، 1 2 3 4 2 3 4 5. غادي نكمل السطر بهذه الطريقه. السطر الثالث، بالنسبه للسطر الثالث هذا السطر غادي يكون عباره عن نصف عمود، يعني السطر كامل كيف درنا في السطر الاول غنديرو في هذا السطر. غنخدم هنايا نصف عمود فوق كل نصف عمود، هنا عندي 5 غادي نخدمهم كاملين، 1 2 3 4 5. ثم في هذا الفراغ اللي كونا ايضا غادي نخدمو 5 نصف عمود، 1 2 3 4 5. غادي نمشيو ايضا لهاد الاعمده اللي عندي هنا نصف عمود، وغادي نكمل 5 نصف عمود، 2 3 انا ندير نصف عمود فوق كل نصف عمود، 3 4 5. نصف عمود رقم 5 بهذا الشكل هذا. وغادي نكملوا السطر كامل عباره عن نصف عمود فوق كل نصف عمود، وايضا 5 عمود في الفراغ اللي كونا من سلاسل. غنكمل السطر وغادي نرجع معكم. كنتمنى الشرح يكون واضح. كملت السطر، شوفوا العمل بدا كيوضح، شوفوا كيفاش كيجي. هنا وصلت للسطر الرابع، ايضا غادي يكون نصف عمود، يعني هذا السطر كامل غنعاود سطر اخر غندير نصف عمود فوق كل نصف عمود درت هنايا. غادي نتبع العيون ديالي، ما غادي نفوت حتى عين اولا حتى غرزه. غادي ندير نصف عمود فوق كل نصف عمود حتى نكمل السطر حتى لاخر السطر، وغنرجع معكم. بالنسبه للبنات ملي كتكونوا خدامين في الاكمام مباشره ما كترجعوش للسطر، يعني ما كتدوروش العمل، كتبقاو غاديين خدامين نيشان، يعني ما عندكم لا لفه لا حتى شي حاجه. كنتمنى هنا الشرح يكون واضح. غنكمل السطر وغادي نرجع معكم. السطر الخامس انا كملت هذا السطر. لاحظوا هنايا اول سطر خدمناه بنصف عمود كله، ثاني سطر درنا 5 نصف عمود و5 سلسله، كونا واحد الفراغات هنايا. السطر الثالث درنا ايضا مجموعه نصف عمود، ثم السطر الرابع زدنا سطر اخر، هو السطر الرابع درنا فيه مجموعه نصف عمود. دابا غادي نخدم بالعكس، غادي نعاود نكون فراغات ولكن غنديرهم بالعكس. هنا عندي هنا 5 نصف عمود، غادي ندير 1 2 3 4 5، وغادي نفوت 1 2 3 4 5، وغنمشي رقم 6. انا هنا باش يجيني سهله ما خدمتش نصف عمود مباشره، خدمته شويه بالعكس كي كتشوفوا، درت لي بحال نصف عمود وما كملتوش. عاد هنا غنخدم نصف عمود الثاني، كيجيني شويه صعيب ملي كنكون دايره سلسله، باش يجيني ساهل وما يعنكشنيش في التصوير. درت 2 نصف عمود، غندير نصف عمود رقم 3. كي قلت لكم الا كنتو كتخدموا بغرزه الحشو راه غتجيكم اسهل. 3 4 5. درت هنا 5، غنعاود ايضا 5 سلاسل، 1 2 3 4 5 كي كتشوفوا بهذا الشكل. وغادي نفوت 1 2 3 4، وغنجي هنايا 1 2 3 4 5. غادي نفوت ل5 وغنخدم في رقم 6،
نصف عمود انا خدمته بهذه الطريقه باش يجيني ساهل. هذا غير اول نصف عمود، وغنخدم الثاني بطريقه عاديه. 2 3 4 5. عقلتوا على السطر الاول. السطر اللي درنا هنا هو اللي غنديرو هنايا، غير غنديروه مخالف، يعني فوق الفراغ غنديرو نصف عمود، وفوق العمود العميده اللي هنا غنكونوا فراغ اخر. 1 2 3 4 5 سلاسل. كنتمنى هنا الشرح الصوره تكون واضحه. ثم غادي نفوتو 1 2 3 4 5، غنمشيو للسادسه هنايا وغنحسبوا عاود 5 نصف عمود. 1 2 3 4 5 بهذا الشكل. غنكملوا هذا السطر بنفس الطريقه. غنكمل هذا السطر وغادي نرجع معكم. لاحظوا معايا هنا البنات الموديل اللي خديت عليه الخدمه مختلف شويه على الموديل اللي خدمت معكم دابا. كي كتشوفوا هنايا كاينين الفراغات. ملي كنخدموا هنا هذا الفراغ المكون من سلاسل، كاين هنا واحد ليسباس مكون فقط من غرز الحشو. في حاله الا خدمتو بغرز الحشو حنا غنقولوا باننا خدمنا غرز حشو. انا خدمت هنا بنصف عمود، تقدروا نتوما تخدموا بغرز حشو. هنا كاين سلاسل وهنا كاين مجموعه ديال غرز حشو، عاد كاين سلاسل هنايا الفراغات، غرز حشو والفراغات. انا خدمت مع انا ما درتش هاد ليسباس اللي مخدوم بغرز الحشو فقط. انايا هنا خدمت مباشره كي كتشوفوا. نرجع معكم هنايا راني كملت هاد السطر، خدمت مباشره يعني درت فراغ فوق فراغ و نصف عمود فوق نصف عمود، يعني درتهم عامرين شويه. الا بغيتوني نعاود معكم هذا الموديل، الا بغيتوني نعاود معكم نخدم معكم نفس الطريقه اللي هنا، خليو ليا في التعليقات. سينو بغيتو تخدموا هذه الطريقه اللي عرفت تخدمها راه العمل سهل. اللي ما عرفتش قولوا لي في التعليق نقول لكم هذا العمل كما هو. شوفوا الخدمه كيفاش جات، بدات كتوضح. السطر هدرنا فيه سلاسل، هذا السطر غادي يكون مجموعه من نصف عمود. عقلتوا على السطر اللي درنا هنا. ملي خدمنا هاد الفراغات خدمنا 2 اسطر من نصف عمود. ايضا العمل هنا كيبقى غير يتكرر، يعني سطر غنديروا فيه فراغات بالسلاسل، وسطر غنديروا فيه وجوج اسطر، جوج سطور متابعين غنديروا فيهم نصف عمود. انا هنايا غادي نخدم نصف عمود ديالي. غنحسب دائما 1 2 عندي 5 5 3 4 5 سلاسل عمرتهم بالنصف عمود، وغنمشي لهادو غندير نصف عمود فوق كل نصف عمود. ايضا عندي 5. في حاله الا كانوا غرز حشو، مهم على حسب الذوق ديالكم، بغيتو ديروهم بغرز الحشو بغيتو تكتفيو بالنصف عمود. كي قلت لكم انا خدمت بالنصف عمود غير باش العمل يجيني سريع، ما يجينيش الفيديو طويل. نصف عمود رقم 5. ثم غنعمر هذا الفراغ ب5 نصف عمود. 2 3 4 5. غنكمل السطر ديالي بهذه الطريقه. وغادي نرجع معكم. كملت العمل البنات. هنا خدمت سطرين من نصف عمود، كملت السطر وعاود سطر اخر من نصف عمود. في هذا السطر وصلت غادي ندير السطر اللي تيكون فيه الفراغات. كيف قلت لكم العمل غير تيتكرر. عندنا 2 اسطر نصف عمود وسطر فيه فراغات، كنبقاو نكرروا في العمل حتى كنحصلوا على العرض المطلوب. هنا كي كتشوفوا غادي نخدم بالعكس. دابا هاد السطر خدمت الفراغات هنا، دابا غنخدمهم هنايا بالعكس. هنا عندي غادي نزيد هنايا 5 نصف عمود. 1 2 3 4 5. ثم كالعاده 5 سلاسل. 1 2 3 4 5. غنفوتو هنايا 1 2 3 4 5 وغادي نمشيو
السادس غادي نديرو نصف عمود. انا كنخدمو بهاد الطريقه في الاول كيجيني شويه معنكش. نصف عمود الثاني، الثالث، الرابع، ثم النصف عمود رقم 5 بهذا الشكل. غنكمل السطر بهذه الطريقه 5 سلاسل 5 نصف عمود 5 سلاسل 5 نصف عمود حتى نكمل السطر ديالي وغادي نرجع معكم. كملت السطر البنات، هذه هي النتيجه ديال العمل. هنايا غادي نخدم مره اخرى سطر مكون من نصف عمود. غنكمل السطر كامل بالنصف عمود، ما غنديرش هنايا الفراغات، وغنعاود سطر اخر كيف كنا كنخدمو هنا. كنديروا سطر فراغات وسطرين نصف عمود. هنا غندير سطرين نصف عمود وغادي نسالي الخدمه ديالي. صافي غادي نكتفي بثلاث فراغات. بدات كتوضح العمل. كنتمنى دعموا القناه ديالي، ما ننساوش دعم القناه البنات. الا بغيتوا تبقاو تشوفوا هذا المحتوى في اليوتيوب ضروري تخليو تعليق، ديروا اشتراك اللي ما دارش اشتراك. ولا عندكم اي سؤال انا كنجاوب ان شاء الله على جميع الاسئله ديالكم. درت هنا 3 4 5. غادي نخدم هذا السطر غنكملو وغنعاود سطر اخر وغادي نرجع معكم. انا كملت سطرين البنات، هذا اخر سطر اللي كنخدم دابا. كملت غرز النصف عمود في سطرين وهذه هي النتيجه ديال العمل. كتشوفوا الحجم، انا غنكتفيت بهذا الحجم. عندي هنا 1 2 3 الفراغات. هذا الحجم تبارك الله راه اكثر من 4 سنتيم، تقريبا 4.5 ولا 5 سنتيم اللي جاتني في الحجم ديال الزواقه. هنا كيبقى لكم الاختيار، الا بغيتوا تزوقوا هنايا تقدروا تزيدوا سطر من بيكو ولا سطر سنينات اللي يكونوا صغار، او لا تقدروا تكتفيوا بهذا الشكل كيف خليته انا، كيف الموديل اللي خديت من الجلابه ديال راندا. هذا كيبقى الذوق ديالكم والاختيار ديالكم. كروشي كتقدروا تلعبوا فيه كيف ما بقيتوا. هاد الزواقه نفسها راه تقدروا تخدموها بشكل اخر كيف وريتكم نيت في الموديل ديال راندا، خدموها بطريقه مختلفه. انا هذا هو العمل ديالي. غنكتفي بهذا القدر. وصلنا الى نهايه الفيديو. كنتمنى الدرس يكون نال اعجابكم. ما تنساوش تدعموا القناه ديالي. شكرا للمتابعه والى اللقاء.